بقالك أسابيع ماشية على الدايت والبلان بالحرف بس مش لاقية نتيجة، أو وزنك وصل لمرحلة الثبات خلاص بتقولي أنا جسمي عنيد، بناتي عنيدة مش بتنزل الدهون بسهولة. خليني أقولك إن مفيش حاجة اسمها دهون عنيدة، لأنك بكده بتتحدي قوانين الفيزياء. اللي بيحصل في جسمك هو ذكاء فسيولوجي مرعب بنسميه ميتابوليك أدابتيشن، يعني التكيف. لما بتستمري على عجز السعرات لفترة طويلة جسمك بيترجم ده إن هو مجاعة، فبيبدأ يعمل نظام ذكي لتوفير الطاقة ويقلل حاجة اسمها نيت، ويمكن اتكلمت عليها في فيديو قبل كده، اللي هي حركتك الطبيعية اليومية. فجسمك بشكل غير واعي بيقلل الحركة الغير تدريبية. هتبطلي تتحركي وانت قاعدة، هزة رجلك هتقل، مشيتك بتبقى أبطأ، وحتى لغة جسدك وتركيزك بيبقوا أقل. اللي ما تعرفهوش إن حركة النيت دي لوحدها بتشكل من 15 ل 30% من معدل حرقك اليومي. وكمان العضلات بتتعلم تستهلك طاقة أقل لنفس المجهود البدني، فإجمالي الحرق اليومي بينزل وبيبدأ يتساوى مع السعرات القليلة اللي بتاكليها، فيحصل الثبات. والمشكلة كمان الأكبر اللي بتزود الطينة بلة و90% من البنات بتقع فيها، إنك تبدأي تقللي أكلك أكتر، وده بيعلي هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، وبيساعد جسمك إن هو يحتفظ بالدهون أكتر، وبيزود احتباس المية في الجسم. طب إيه الحل لثبات الوزن؟ بدل ما تحاربي جسمك اعملي حاجة اسمها دايت بريك أو ريفيد. اطلعي بسعراتك لمستوى المحافظة أو المينتيننس لمدة أسبوع أو 10 أيام، مع رفع الكربوهيدرات. ده بيبعت إشعار أمان للمخ ويرفع هرمون الليبتين ويرجع حركة الجسم العفوية. ولما ترجعي للدايت الحرق بيرجع يشتغل بإنتاجية أعلى. جسمك مش عنيد، جسمك خايف بس وبيحميكي. احفظي الفيديو ده علشان ترجعي له لما ميزانك يثبت، وشاركيه مع صاحبتك اللي حاسة إن جسمها عنيد.